السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. على ما يبدو يجب أن أقوم بعمل ترميم لمقبرة السقيفة وتوسيعها، لأن هناك شخص جديد يريد أن يدفن نفسه بنفسه في مقبرة السقيفة، فقلنا له يا هلا يا مرحبا، إن شاء الله سندفنه بكل فرح وسرور واحترام. هذا الشخص أعطى لنفسه الوسام المشهور، وهو الباحث المتخصص في دين الشيعة، وما أكثرهم هذه الأيام. كل يوم يطلع واحد قارئ صفحة من كتب الشيعة على الإنترنت ويسمي نفسه باحث ومتخصص في كتب الشيعة. صراحة أخزيتموني أنا كمتشيع أمام الشيعة. المهم، هذا الباحث المتخصص ما كنت أتوقع يوما أنه سيرد علي، وعندما رد علي تعجبت وسألت نفسي لماذا الآن يرد علي؟ ألم يكونوا يقولون بأنهم لا يردون على شخص مقنع؟ عجيب. وأيضا لاحظت في الآونة الأخيرة كثر النباح والصراخ من حولي، وهذا يعني أني قد أوجعتهم والحمد لله رب العالمين. وكالعادة قافلة تسير بهدوء وأمان وطمأنينة وثقة في النفس، وهؤلاء ينبحون ويصرخون وقريبا سيصابون بالجنون والأمراض بسببي، وهذا من نعمة الله علي والحمد لله رب العالمين. المهم، قام هذا الباحث المتخصص في دين الشيعة بعمل الرد على إحدى حلقاتي القصيرة التي نشرتها حول عائشة، فبدل أن يرد على هذه السلسلة من أول حلقة، اختار الحلقة الأخيرة التي أثبتت فيها كيف أنها كانت تبغض سيدي ومولاي المعصوم الكرار غير فرار، داعس خشوم المنافقين وقاتل الفجرة والناكتين والقاسطين والمارقين، إنه أميري وسيدي ومولاي علي عليه السلام. فدعونا نشاهد ما هو رده. واهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة لكشف أكاذيب أحد الرافضة حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. اليوم في هذه الحلقة إن شاء الله سنرى الوجه الآخر لعائشة، وهي أنها كانت تبغض سيد المسلمين ويعسوب الدين الكرار غير فرار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فما هي أدلة هذا الرافضي؟ أولا أشكرك لأنك قلت عني رافضي، فهذا وسام أفتخر به إلى الممات. أني رافضي رفضت أبو بكر وعمر وتبرأت منهما وتوليت سيدي ومولاي الإمام علي عليه السلام، فشكرا لك مجددا، وأرجو أن تناديني دائما بالرافضي. نكمل. مسند أحمد بن حنبل في الجزء 41 صفحة 322 حديث 24820 عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل فوقع في علي عليه السلام وفي عمار عند عائشة، فقالت: أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا، وأما عمار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يخير بين أمرين إلا اختار أشدهما. إسناده صحيح على شرط مسلم. عجيب، دافعت عن عمار وذكرت فضيلة له من قبل رسول الله، ولم تذكر ولا فضيلة واحدة لعلي، ولم تدافع عنه أمام هذا الرجل الذي وقع فيه. هل عائشة ما كانت تعلم فضائل علي عليه السلام؟ لماذا لم تقل أي شيء؟ أقول وبالله التوفيق. لا 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 لا، انتظر. قبل أن تقول لماذا أخفيت العداد وعداد المصادر؟ لماذا لا تحترم خصمك؟ أنا كاتب بشكل واضح وصريح ممنوع إخفاء العداد، فلماذا أخفيته؟ فمرة أخرى حين ترد علي ضع المقطع بالكامل في الشاشة أمام الناس. إذا كنت تريد أن تبطل المقطع فافعل، هذا شأنك، ولكن لا تخفي العداد. اترك الناس ترى أين تم البتر وعدد المصادر التي أستشهد بها. فلا يعقل أني أستشهد ب10 مصادر وتأتي أنت أو غيرك ويرد على 3 مصادر، ثم يهلل ويكبر ويقيم حفل على أنه رد علي وأفحمني. معي أنا الآن انتهت هذه اللعبة. أكمل. هذه الرواية التي يستدل بها الرافضي تهدم دين الشيعة الرافضة تماما وتنسفه من جذوره. أولا، هذه الرواية ليست حجة علي حتى تنسف دين أهل البيت عليهم السلام. وثانيا، هذه الرواية رغم أنها ليست حجة علي ستنسف دينك أنت إن شاء الله، وسترى ذلك، فقط اصبر فالسهرة طويلة. أكمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. طيب، الآن المسلمون يؤمنون أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مؤمنة، ويعتقدون أنها في الجنة قطعا. عائشة في الجنة قطعا؟ من أنت؟ رب العالمين؟ ما هو دليلك؟ وروافض الإسلام يزعمون أنها منافقة وأنها في النار. روافض الإسلام؟ حاشا لله أن نرفض الإسلام. نحن روافض أبو بكر وعمر وعائشة، ولسنا روافض الإسلام، إلا إذا كان عندك أبو بكر وعمر وعائشة هم الإسلام، فحينئذ نعم نحن نرفض إسلام أبو بكر وعمر وعائشة، إسلام السقيفة الذي بدأ بالكذب والتهديد والقتل وحرق بيت سيدة نساء العالمين. فإذا كان هذا هو الإسلام فنحن بريئين من هذا الإسلام. أكمل. فسنعرض هذا الأمر على سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه ونسأله لنعرف هل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الجنة أم في النار. وأكيد اختيار عمار بن ياسر هو الاختيار الأرشد
كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام بنص الرواية التي يستدل بها الرافضي. يا سيدنا عمار رضي الله عنك وجزاك عن دين الإسلام خير الجزاء، هل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مؤمنة في الجنة أم منافقة في النار؟ فيرد علينا سيدنا عمار رضي الله عنه ويقول: والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة قطعا، والسيدة عائشة رضي الله عنها ستكون معه قطعا كما قال عمار. يسأل عمار وكأن عمار نبي مرسل، وهل قول عمار في روايتكم هذه حجة عليه؟ وهل عمار عليه الرحمة والرضوان نبي يعلم الغيب ويعلم أن عائشة ستكون في الجنة قطعا كما أنت تدعي؟ وهل هذا هو الأرشد الذي اختاره عمار؟ تعال معي نرجع إلى الحديث. صحيح البخاري حديث 7100. لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عليه السلام عمار بن ياسر وحسن بن علي، فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسين، فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة. عائشة سارت إلى البصرة؟ عجيب، ألم يقل لها رسول الله قبل استشهاده هذا الكلام؟ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني في الجزء 14 صفحة 438 يقول: ومن طريق قيس بن أبي حازم قال: لما أقبلت عائشة فنزلت بعض مياه بني عامر ونبحت عليها الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. فقالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. وأخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحاكم، وسنده على شرط الصحيح. وعند أحمد أن رسول الله قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثير، وتنجو من بعد ما كادت. وهذا رواه البزار ورجاله ثقات. هل هذا الكلام من رسول الله لعائشة كان مدحا لها أم يذم صاحبة هذا الفعل؟ فإذا كان مدحا لعائشة فلماذا قالت: ما أظنني إلا راجعة؟ لماذا تريد الرجوع؟ كان عليها أن تفرح. إذا نفهم أن كلام رسول الله لم يكن يمدح صاحبة هذا الفعل. فلماذا إذا عائشة عصت أمر زوجها رسول الله وخرجت من بيتها وذهبت لتحارب أمير المؤمنين الذي كان يبعد عنها أكثر من 1700 كيلومتر؟ فكيف تقول أن عائشة قطعا في الجنة وهي عصت أمر رسول الله؟ هل هذه تحب أمير المؤمنين وتريد له الخير؟ أم تريد قتله والتخلص منه؟ المهم واقعة الجمل ليست موضوعي. نرجع إلى الحديث. قال عمار: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. يقول عمار رضوان الله تعالى عليه أن عائشة زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة. هذا الكلام لا ينسجم مع سياق كلام عمار، إذ أنه قال: يقول عمار: ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. الله أكبر. يقول عمار أن عائشة زوجة نبيكم سارت إلى البصرة، يعني خرجت على أمير المؤمنين تريد الحرب والقتال، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها ابتلاء لنا ليعلم إياه نطيع أم هي. إذا طاعة عائشة مناقضة لطاعة الله، يعني طاعة عائشة هي معصية لله تعالى، وبما أن طاعة عائشة غير طاعة الله فقد وقع البلاء والابتلاء للمسلمين. بعبارة أخرى: من يطيع عائشة لا يطيع الله، ومن يطيع الله لا يطيع عائشة، ومن يطيع الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة، ومن يطيع عائشة سيدخله الله النار. أما قول عمار أن عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة فلا معنى لها في سياق كلام عمار، طالما أن طاعة عائشة غير طاعة الله، ومن يطيع عائشة مصيره النار، فعائشة هي مصدر الشر والبلاء والابتلاء والنار. فكيف تكون زوجة رسول الله في الجنة والله جعلها ابتلاء لنا؟ فيظهر من هذه الزيادة التي أقحموها في هذه الرواية فقط لغرض تلطيف كلام عمار بخصوص عائشة. وعلى العموم هذه الرواية ليست حجة عليه، والسؤال هنا للباحث المتخصص. سأرجع إلى الحديث الذي قال أنه يهدم دين أهل البيت عليهم السلام. هذه الرواية التي يستدل بها الرافضي تهدم دين الشيعة الرافضة تماما وتنسفه من جذوره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. جميل جدا. والآن سؤال: ما هو الشيء الأرشد الذي اختاره عمار؟ هل اختار طاعة عائشة أم طاعة الله؟ أكيد اختار طاعة الله. فلماذا لم يختار طاعة عائشة؟ لأنه يعلم أن عائشة ليست الاختيار الأرشد، لأنها ابتلاء،
ومن يطع عائشة فإنه يعصي الله. فكيف تقول أن عمار يعتقد أن عائشة في الجنة وهو لم يطع عائشة ولم يقف في صفها؟ فإن كان يعتقد أن عائشة في الجنة قطعا كما أنت تقول، فكان له من باب أولى أن يقف في صفها لأنها في الجنة قطعا. ممكن تجيب على هذا السؤال؟ فهذا الحديث الذي كنت تظن أنه سيدمر الرافضة دمرك أنت، وأنت بنفسك قلت: لو كان ما قاله الرافضي صحيحا لما كان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تدافع عن عمار أصلا، لأن عمار بن ياسر كان مع علي في معركة الجمل. أين كان عمار؟ لأن عمار بن ياسر كان مع علي في معركة الجمل. عمار كان مع علي في معركة الجمل، وأنت بنفسك قلت أن رسول الله قال أن عمار لا يخير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وشوفوا محقق مسند الإمام أحمد بيقول إيه تحت الرواية: في هذا الحديث دليل على أن الرشد مع علي رضي الله عنه في خلافته، وأن معاوية أخطأ في اجتهاده ولم يكن على الرشد لأن عمارا رضي الله عنه اختار موافقة علي. الله أكبر، دمرت نفسك بنفسك. إذن عمار خير بين عائشة وبين علي فاختار أرشدهما وهو علي عليه السلام. إذن الرشد والخير والجنة في اتباع علي عليه السلام، والهلاك والابتلاء والنار في اتباع عائشة. وهنا سؤال: هل عائشة علمت أن عمار كان في صف علي عليه السلام؟ الجواب نعم. هل عائشة كانت تعلم أن عمار إذا خير بين أمرين اختار أرشدهما؟ الجواب نعم. فإذا كيف لعائشة تركت الأرشد وهو اتباع علي والوقوف في صفه، لأن عمار اتبع الأرشد ووقف في صفه، واختارت محاربة علي والوقوف ضده واتبعت الغير الأرشد. إذا عائشة لم تختار الأرشد، فكيف جزمت على أن عائشة في الجنة قطعا؟ ممكن يا باحث يا متخصص تفسر لنا أو تحل لنا هذه المعضلة؟ أكمل. ثالثا، استدلال الرافضي بهذه الرواية استدلال غريب، فليس معنى أن السيدة عائشة لم تذكر شيئا من فضائل سيدنا علي في هذا الموقف أنها كانت تبغضه، بل نقول إنها امتنعت عن ذكر فضائله في هذا الموقف لكثرة فضائل علي وشهرتها بين الناس. ما شاء الله تبارك الله، استنتاج رائع. عائشة لم تذكر فضائل علي لشهرتها بين الناس، ما شاء الله. طيب فلماذا إذا ذكرت هذه الفضيلة لعلي؟ نفس الباب يقول: وأخرج يعني ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها أن عليا ذكر عندها فقالت: أما إنه يعني سيدنا علي أعلم من بقي بالسنة. يعني مش بس ذكرته بالخير، لا، دي قالت إنه أعلم من بقي في ذلك الوقت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 لا، ماذا تقول؟ عائشة تذكر فضائل علي؟ ما هذا التناقض العجيب والغريب يا أستاذ يا باحث؟ أنت قبل دقائق قلت أن عائشة، بل نقول إنها امتنعت عن ذكر فضائله في هذا الموقف لكثرة فضائل علي وشهرتها بين الناس. قلت أنها امتنعت عن ذكر فضائل علي لشهرتها بين الناس، والآن تذكر فضيلة له؟ فلماذا إذا تذكر فضائله بين الناس ما دامت فضائله مشهورة؟ هذا أولا. وثانيا، من أين استخرجت هذا التفسير؟ ما هو مصدر كلامك؟ هل عائشة قالت لك أنها لم تذكر فضيلة لعلي حين وقعوا فيه أمامها لأن فضائله مشهورة بين الناس؟ وثالثا، هل هذا الرجل الذي وقع في علي عند عائشة كان يعرف فضائل علي عليه السلام؟ أكيد لا، فلو كان يعرف لما تجرأ على أن يقع فيه. فلماذا لم تذكر عائشة فضيلة واحدة تسكت بها هذا الرجل وتبين له مكانة علي عليه السلام؟ يعني في هذه اللحظة التي وقع في علي أصبحت مناقب علي معروفة بين الناس ولا داعي أن تذكرها. يعني حين يسب علي أمامها لا تذكر فضائله لأنها معروفة، وحين لا يسب تذكر فضائله المعروفة. ما هذا التناقض العجيب والغريب يا باحث يا متخصص؟ أنت تضحك على من؟ فأنت تلف وتدور وتأتي بتفسيرات واستنتاجات من كيسك ولم ترد على أصل الإشكال، وأيضا تستشهد علي بكتبك التي لا أعتقد بها. ما هذا العجب؟ وأنت بنفسك ذكرت لنا قول الإمام أحمد الدال على كثرة ما ورد من فضائل علي رضي الله عنه. اتفضل اذكر لنا كلام الإمام أحمد. تاريخ الخلفاء للسيوطي. قال أحمد بن حنبل: ما ورد لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضائل ما ورد لعلي عليه السلام. تمام، لذلك اتجهت أم المؤمنين لذكر فضيلة لعمار لأن فضائله ليست بالكثرة والشهرة بين الناس كفضائل علي رضي الله عنه. ما هذا التبرير المضحك؟ ما علاقة قول أحمد بن حنبل بعائشة؟ هل أحمد بن حنبل صحابي؟ هو كان يتكلم عن الأحاديث التي وردت في حق علي عليه السلام. أما عائشة فكان أمامها رجل يسب ويقع ليس في علي عليه السلام بل في رسول الله صلى الله عليه وآله. ستقول كيف ذلك؟ أقول شاهد معي هذا المصدر: المسند لأحمد بن حنبل في الجزء 18 صفحة 314. الحديث إسناده صحيح، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة فقالت لي: أيسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكم؟ قلت: معاذ الله. قالت: سمعت رسول الله يقول: من سب عليا فقد سبني. إذن أي مخلوق على وجه الأرض يسب عليا فهو في الحقيقة يسب رسول الله صلى الله عليه وآله. سلام الله عليك يا أم سلمة. تقول: أيسب رسول الله فيكم؟ فسب علي هو سب لرسول الله. أيسب رسول الله ويقعون فيه يا عائشة أمامك وأنت ساكتة وتقولين لست قائلة لك فيه شيء؟ هل عائشة لا تعلم أنه من يسب عليا فإنه في الحقيقة يسب رسول الله؟ فهذا الرجل المنافق كان يسب رسول الله أمام عائشة، فماذا فعلت عائشة؟ لا شيء. قالت: لست قائلة لك فيه شيء. لماذا لم تقل عائشة مثل ما قالت أم سلمة؟ لماذا لم تقل له: ويحك أتسب رسول الله؟ هل شاهدت الفرق بين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها وبين أمك عائشة؟ لو كان ما قاله الرافضي صحيحا لما كان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تدافع عن عمار أصلا. بل دفاعها عن عمار هو أكبر دليل على بغضها لعلي عليه السلام، إذ أنها أثبتت أمام الكل أنها مستعدة أن تدافع عن أي شخص إلا علي، مستعدة أن تدافع عن من رماها بالإفك وطعن في شرفها واتهمها بالزنا، ولا تدافع عن علي. ماذا تقول؟ عائشة تدافع عن من طعن في شرفها؟ نعم، ولست أنا من يقول، إنه البخاري. صحيح البخاري حديث 4145 يقول: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله. جاءوا يسبون حسان الذي رماها بالإفك والزنا وطعن في شرفها على حد زعمهم، فقالت لهم: لا تسبوه. امتنعت ولم ترضى أن يسبوه. أما حين سبوا ووقعوا في علي عليه السلام، لا 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 لا، بل وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: لست قائلة لك فيه شيء، يعني سبه إلى الصباح، فأنا أحب سماع السب والنيل والوقيعة فيه. ما هذا النفاق والحقد الدفين تجاه أمير المؤمنين؟ أضرب لك مثال بسيط. عندما أساء شارل إبدو عليه لعين الله والأستاذ الفرنسي بتلك الرسومات والتعليقات المسيئة لمقام رسول الله، لماذا خرجتم كلكم تصيحون وتصرخون وتقولون إلا رسول الله؟ لماذا لم تقولوا كما قالت أمكم عائشة، تقولون لفرنسا: فأما رسول الله يا فرنسا فلسنا قائلين لكم فيه شيء؟ أليست عائشة قدوة لكم؟ أليست فضائل رسول الله مشهورة بين الناس يا باحث ولا داعي أن تذكروها؟ ما هذا الكيل بمكيالين؟ حين يصل الأمر إلى علي عليه السلام تنقلب الموازين وتدافعون عن أمكم عائشة حتى لو أدى الأمر لرمي عقولكم في القمامة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أكمل. السيدة عائشة رضي الله عنها هي أشهر من روى لنا حديث الكساء الذي فيه فضيلة علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. ثم ماذا؟ هل عائشة هي المرأة الوحيدة في هذا الكون التي روت حديث الكساء؟ أبدا. أم سلمة سلام الله عليها روت أيضا حديث الكساء. فأمك عائشة ترويه أو لا ترويه لا يسمن ولا يغني من جوع. ولا تنسى أن كتبك ليست حجة عليه، فلا يهمنا إن روته أم لن ترويه، بل إذا روته سيكون حجة عليك، فتعلم. أكمل. إذن إلى الآن لم يستطع الرافضي أن يأتي بدليل حقيقي يثبت بغض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يريد دليل على أن عائشة تبغض عليا. عجيب. امرأة خرجت مع الرجال بجيش وأسلحة، عاصت أمر رسول الله وأمر الله، قطعت أكثر من 1700 كيلومتر لتحارب الخليفة الشرعي، اختارت الغير الأرشد، تسببت في قتل أكثر من 20,000 من الناس. ومع هذا الباحث المتخصص يريد دليل على أن عائشة تبغض عليا. يا سبحان الله. هل هذه الحرب كانت حرب المحبة والورود؟ هل كانوا يوزعون الورود فيما بينهم أم يقطعون الرؤوس فيما بينهم؟ هل كانت هذه الحرب مهرجان سان فالنتين للحب أم كان مهرجان الذبح والقتل وتقطيع الرؤوس والأرجل والأيدي؟ عجيب عقول هؤلاء القوم، والله عجيب. يقول: وأخرج يعني ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها أن عليا ذكر عندها فقالت: أما إنه يعني سيدنا علي أعلم من بقي بالسنة. يعني مش بس ذكرته بالخير، لا، دي قالت إنه أعلم من بقي في ذلك الوقت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ أين الإشكال لو أنطق الله عز وجل على لسان مبغضي الإمام علي ممن لا يطيبون له نفسا بذكر فضائله؟ فالفضل ما شهدت به الأعداء، هذا أولا. وثانيا، إذا كان علي عليه السلام أعلم بالسنة، فلماذا الصحابة كانوا يذهبون إلى عائشة ويسألونها عن غسل الجنابة؟ هل علي ما كان يعرف غسل الجنابة وهو أعلم بالسنة باعتراف عائشة؟ ممكن تجيب يا باحث؟ أكمل.
أم المؤمنين رضي الله عنها تترحم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتذكر مناقبه بين الناس. عائشة تترحم على علي بن أبي طالب؟ كيف تترحم عليه وهي التي فرحت يوم مقتله وخرجت تقاتله؟ هب أنها تترحم عليه، هذا جاء في كتبكم، وهل كتبكم حجة عليه؟ أنت لا تعرف حتى طريقة الاستدلال وجئت تدافع عن عائشة؟ ما هذا العجب؟ نكمل الآن مع حلقته الثانية وهي في نفس الموضوع، دعونا نشاهد ماذا قال. اذكر لنا يا رافضي الرواية الثانية التي تستدل بها في محاولتك إثبات بغض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. مسند أحمد بن حنبل في الجزء 43 صفحة 86. قالت عائشة: أول من شك رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذن له. قالت: فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد على رجل آخر. ذكرت عباس ولم تذكر رجل الآخر وهو يخط برجليه في الأرض. قال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي. فلماذا لم تسميه عائشة؟ يكمل ويقول: ولكن عائشة لا تطيب له نفسا. لماذا أحمد بن حنبل لم يكمل الرواية وبترها؟ تعالوا نشاهد تكملة الرواية من مصنف عبد الرزاق. المصنف عبد الرزاق الصنعاني في المجلد الخامس صفحة 79. نفس السند ونفس الرواية. قالت عائشة: أول من اشتكى رسول الله في بيت ميمونة إلى أن تقول. فقال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي بن أبي طالب. ولكن عائشة لا تطيب لها نفسا بخير. لا تطيب لها نفسا بخير لعلي بن أبي طالب عليه السلام. الله أكبر. عائشة لا تطيب لها نفسا بخير لعلي عليه السلام، لا تريد الخير لعلي، يعني تريد له الشر، لا تطيق حتى ذكر اسمه. أولا سنفترض أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هذه الكلمة التي يحتج بها الرافضي بالفعل، فكان ماذا؟ إيه اللي حصل يعني؟ سيكون هذا مجرد رأي لابن عباس رضي الله عنهما، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غير ملزمة به أصلا. ماذا قلت؟ نعيد. أولا سنفترض أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هذه الكلمة التي يحتج بها الرافضي بالفعل، فكان ماذا؟ إيه اللي حصل يعني؟ سيكون هذا مجرد رأي لابن عباس رضي الله عنهما، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غير ملزمة به أصلا. هذا مجرد رأي لابن عباس؟ الله أكبر، يطعن في ابن عباس من أجل إنقاذ عائشة. هل أنت تدري ما تقول؟ هل ابن عباس كان يعيش في روسيا ووصلته رسالة عبر الإيميل أن عائشة لا تطيب لها نفسا بخير لعلي؟ أم أنه كان يعيش معهم في نفس الزمان والمكان؟ فهل مثل هذه المسألة الخطيرة أن عائشة لا تطيب نفسا بخير لعلي يفتي بها ابن عباس برأيه؟ فإذا كان ابن عباس يقول برأيه في عائشة في مثل هذه المسائل الخطيرة فهذه مصيبة وكارثة، فإنه الآن قد يكون قد دخل في نطاق الغيبة وسيتم تطبيق حديث رسول الله عليه. اقرأ معي. صحيح مسلم حديث 2589 عن أبي هريرة أن رسول الله قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. الله أكبر. فأنت يا باحث يا متخصص بين أمرين، إذا كانت فعلا عائشة لا تطيب لها نفسا بخير لعلي فسيكون ابن عباس قد اغتابها، وإذا لم يكن فيها ما قال ابن عباس فسيكون قد بهتها. فيا للمصيبة، أردت أن تكحلها فأميتها، جعلت ابن عباس يفتري ويذكر ما تكره عائشة. فإذا كان ابن عباس يطعن ويفتري على عائشة ويأتي بهذا الكلام من كيسه فهو سيكون كذاب يكذب على عائشة. فكيف تأخذون دينكم من ابن عباس؟ وكيف ينقل البخاري عن ابن عباس الذي يفتري على الصحابة؟ فإذا كان هذا حال ابن عباس حبر الأمة فعلى باقي الصحابة السلام. فهل يجوز لصحابي أن يغتاب أو يبهت صحابي آخر؟ أنت الآن دمرت عدالة الصحابة، فكيف تأتي أنت في عام 2021 وتقول أن هذا رأي ابن عباس؟ فيا للعجب، ابن عباس الذي عاصرهم في تلك الفترة ونقل لنا الرائج في ذلك الوقت وكان يسمع ويرى كمية الحقد من عائشة تجاه الإمام علي عليه السلام، ثم تأتي أنت وتقول هذا رأي ابن عباس. هل في مثل هذه المسألة الخطيرة يقول فيها ابن عباس برأيه؟ ألا يعلم ابن عباس أنه لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق؟ فكيف يتجرأ ابن عباس ويرمي عائشة بالنفاق لأنها لا تطيب لها نفسا بخير لعلي؟ فهل أنت تدري ما تقول؟ أكمل. سيكون هذا مجرد رأي لابن عباس رضي الله عنهما، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غير ملزمة به أصلا. إذا كان هذا مجرد رأي لابن عباس فأنا أيضا أستطيع أن أقول عن الرواية التي استدلت بها من قبل. فيرد علينا سيدنا عمار رضي الله عنه ويقول: والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة.
وفي الآخرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة قطعا، والسيدة عائشة رضي الله عنها ستكون معه قطعا كما قال عمار. ما شاء الله تبارك الله، يطير فرحا بكلام عمار. وحين وصل الأمر إلى ابن عباس الذي قال أن عائشة لا تطيب لها نفسا بخير لعلي، أصبح كلام ابن عباس غير ملزم به عائشة، وأن هذا رأي ابن عباس. وأنا أيضا أستطيع أن أقول لك أن كلام عمار حين قال أن عائشة زوجة رسول الله في الآخرة سأقول لك فكان ماذا؟ إيه اللي حصل يعني؟ سيكون هذا مجرد رأي عمار. إيه اللي حصل يعني؟ نعم، إيه اللي حصل يعني؟ هذا رأي عمار. أما عائشة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غير ملزمة به أصلا. أحسنت، ما شاء الله عليك، عائشة غير ملزمة بهذا الرأي، فهو رأي عمار. أرى أنك تعلمت الدرس بسرعة يا باحث، ماذا في جعبتك بعد؟ وإليكم ما نقلته كتب الرافضة عن طيب نفس أم المؤمنين عائشة بذكر علي بن أبي طالب وذكر فضائله. وأخيرا الحمد لله، وأخيرا هذا الباحث العظيم سيحاججني بكتب الرافضة الذين رفضوا أبو بكر وعمر وعائشة، وقال أنه سيثبت من كتب الرافضة أن عائشة تطيب لها نفسا بخير لعلي. ما شاء الله، الرافضة الذين رفضوا عائشة سيذكرون في كتبهم أن عائشة تحب عليا وتطيب لها نفسا بخير. ما شاء الله تبارك الله. هيا انطلق يا باحث يا متخصص في دين الشيعة، أرني ما عندك. في كتاب الأمالي للطوسي شيخ الرافضة يروي عن جميع ابن عمير قال: دخلت مع أمي على أم المؤمنين عائشة فذكرت لها عليا عليه السلام. يعني أم جميع ذكرت عليا لعائشة أم المؤمنين، فقالت أم المؤمنين: ما رأيت رجلا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، يعني من علي، وما رأيت امرأة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأته، يعني من فاطمة. سبحان الله يا أخي، كتب الشيعة نقلت لنا أن أم المؤمنين عائشة طابت نفسها بذكر علي بن أبي طالب وذكر فاطمة رضي الله عنهما وذكر فضائلهما. سبحان الله وما شاء الله وتبارك الله والله أكبر. في كتب الرافضة أن عائشة تطيب لها نفسا بخير. أنت الآن دمرتني من كتبي، ما شاء الله عليك. تعال معي يا باحث يا متخصص في دين الشيعة، نرجع إلى نفس الكتاب الذي قرأت منه، كتاب الأمالي للطوسي، صفحة 372 حديث 31. دققوا في هذا السند. حدثنا عباد بن ثابت قال: حدثنا علي بن صالح عن أبي إسحاق الشيباني قال: وحدثني يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية وعباد بن الربيع وعبد الله بن أبي غنية عن أبي إسحاق الشيباني عن جميع بن عمير إلى آخر الرواية. نفس هذا السند والحديث سنجده في هذا الكتاب من كتبهم، شاهدوا معي. خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام للنسائي، صفحة 91 حديث 111. الآن شاهدوا نفس السند الذي جاء في كتاب الأمالي. حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن أبي إسحاق الشيباني عن جميع وهو ابن عمير قال، ويذكر نفس الرواية التي جاءت في كتاب الأمالي. إسناده ضعيف جدا. والآن أسأل هذا الباحث المتخصص: هل هذا السند والسند الذي قرأته من كتاب الأمالي هل السند شيعي؟ فنتمنى أن تجيبنا لو سمحت، ماذا في جعبتك بعد؟ طبعا ليس معنى أننا نقرأ ما جاء في كتب الشيعة أن هذه الكتب لها ذرة من المصداقية عندنا، نحن فقط نلزم الرافضة بما جاء في كتبهم. لا أكيد، قد رأينا كيف ألزمتنا بسند جاء في كتبكم، وما زلنا ننتظر أن تقول لنا هل السند رافضي أم لا. أكمل. جميع هذا أصلا شيعي وقد كذبه كثير من أهل العلم. فقد تكلمت عن جميع، ماذا عن بقية السند؟ أكله الداجن الذي أكل آية الرضاع؟ أكمل. وأيضا جاء في كتاب كشف المراد لشيخ الرافضة الحلي في المسألة 7 في أن عليا أفضل من الصحابة. طيب، قال لك إن أحد الأدلة على زعمه هذا أن عليا مساو للأنبياء، وهذا كذب، بس ما علينا، خلونا نركز على المطلوب. طيب إيه دليلك وإيه حجتك يا حلي على هذه الأكذوبة؟ قال لك: وقالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل علي عليه السلام فقال: هذا سيد العرب. قالت: قلت بأبي أنت وأمي ألست أنت سيد العرب؟ فقال: أنا سيد العالمين وهذا سيد العرب. يعني حتى كتب الشيعة والروايات التي يحتج بها علماؤهم تقرر أيضا أن أم المؤمنين عائشة عليها السلام والرضوان في الدنيا والآخرة طابت نفسها أن تذكر عليا بالخير. طيب، ممكن تذكر لنا سند هذه الرواية يا باحث يا متخصص؟ الرواية تقول: قالت عائشة. أين هو السند؟ ألست أنت القائل؟ طبعا كما تعلمون أول شرط من شروط صحة الرواية عند المسلمين هو اتصال السند. جميل جدا، فممكن يا باحث تذكر لنا السند؟
هل تقبل أن أتيك برواية من كتبك تبدأ من وقالت عائشة؟ هل تقبل؟ ما رأيك بهذه الرواية عن عائشة إذن؟ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير في الجزء الثاني صفحة 509 يقول في حديث عائشة أنها شوفت جارية فطافت بها وقالت لعلنا نصيد بها بعض فتيان قريش. ما شاء الله على عائشة. فهل ستقبل هذه الرواية التي رواها علماؤكم؟ إذا قلت لا فكيف تستدل علي برواية بدون سند؟ هذا أولا. وثانيا لا يهمني سند الرواية التي ذكرتها، يكون لها سند لا يكون لها سند هذا لا يهمني. أين يوجد في الرواية أن عائشة تطيب لها نفسا بخير؟ بل بالعكس، الفضل ما شهدت به الأعداء. وهذه الرواية التي ذكرتها أيضا جاءت عندكم في كتبكم بسند صحيح، لا داعي أن أخرجها. أكمل. وأنا ذكرت هذه الروايات من كتب الرافضة لأن مهاويس الرافضة يقولون كيف تستدل على هذا الرافضي من كتبك؟ فالحمد لله أنك استدللت علي من كتبي، وقد رأينا كيف أنك لا يفهم شيئا في كتبنا. صدقت، بل وأيضا أنت هو حاليا بتقرأ ولا تعرف ما تقرأ يا ماذا بعد؟ المهم الآن أن كتب المسلمين وكتب الرافضة نقلت لنا أن أم المؤمنين عائشة طابت نفسها بذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا 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 لا، كتب الرافضة لم تنقل لك أي شيء، بل حتى كتبك لم تنقل لك أي شيء، فما زال الإشكال قائما عندك. أكمل. لكن نحن نبرئ ابن عباس من هذا الخطأ لأن هذه الزيادة شاذة كما سنتكلم عنها بعد قليل. يقول أن الرواية التي قالها ابن عباس أن عائشة لا تطيب لها نفسا بخير لعلي، يقول أنها زيادة شاذة. ما شاء الله، جديدة هذه. ماذا بعد؟ ثانيا سنفترض أن هذه الزيادة المنسوبة لابن عباس صحيحة، وسنفترض أن السيدة عائشة بالفعل لم تكن تطيب نفسها بذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تمام؟ هل هذا يعني أنها منافقة أو أنها من أهل النار؟ عشان تعرفوا بس يا إخوة حجم الدجل الذي يمارسه هؤلاء الرافضة. لا حاشا لله، عائشة من أهل الجنة قطعا، رغم أنها لا تطيب لها نفسا بخير لعلي الذي قال فيه رسول الله صحيح مسلم قال علي عليه السلام والذي فلق الحب وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فأنا لا أعلم، هل حين لا تطيب لك نفسا بخير لشخص ما ولا تطيق حتى ذكر اسمه، هل هذا يعني أنك تحب الخير لذلك الشخص؟ أكيد لا تحب له الخير، وإذا كنت لا تحب له الخير فأكيد لا تحبه أصلا. فإذا عائشة لا تحب الإمام علي عليه السلام ولا تريد له الخير، فالخلاصة أنها منافقة بنص كلام رسول الله وبشهادة ابن عباس. ولكن هذا الباحث يحاول بشتى الطرق تقليل من هذه المصيبة التي وقعت فيها عائشة في كتبه. نكمل. في مسند الإمام أحمد يروي بسنده هنا سيستدل علي من كتبه التي لا أعتقد بها على أن ابن عباس يحب عائشة ما يحب عائشة، وبدأ يتكلم 10 ساعات ويذكر تخاريف من كتبه التي لا تهمني. أنا لا أعلم كيف سمحوا لهذا الشخص أن يرد على الرافضة وهو لا يعرف حتى أصول الرد على المخالف. أكمل. ثالثا أنا عن نفسي لا أعتقد بصحة هذه الزيادة عن ابن عباس. أنت لا تعتقد بصحة هذه الرواية؟ ومن أنت حتى تعتقد أو لا تعتقد؟ تعتقد أو لا تعتقد هذا لا يعنينا في شيء. عندك دليل من علمائك واذكره لنا، أما أن تأتينا بكلام بعض طلبة العلم المعاصرين فهذا لا يعنينا. هذه الزيادة صحيحة لا غبار عليها لأن الرواة هم من الثقات، وزيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول. هل أنا من يقول هذا الكلام؟ لا، بل هو عالمكم الكبير النووي، وليس من طلاب العلم المعاصرين الذين نقلت منهم هذه الفرية أن هذه الزيادة لا تصح، وأنا أعلم من أين نقلت هذا الكلام. شاهد معي كيف سيصفعك النووي. صحيح مسلم بشرح النووي في الجزء الأول صفحة 32 فصل زيادات الثقة. زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول، وقيل لا تقبل، وقيل تقبل إن زادها غير من رواها ناقصا، ولا تقبل إن زادها هو. وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف، نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه. وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ، لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة. وقيل الحكم لمن أرسله أو وقفه، قال الخطيب وهو أكثر قول المحدثين. وقيل الحكم للأكثر، وقيل للأحفظ. هيا تفضل رد على النووي وأزيدك. معرفة أنواع علم الحديث لابن صالح
صفحة 177. ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا. فهذه أقوال علماء حول زيادة الراوي الثقة، ورواة هذه الرواية كلهم من الثقات، بل هم من رواة القرآن الثاني البخاري ومسلم. وأنا أجزم أن هذه الزيادة لو كانت تمدح عائشة لما قلت أنها زيادة لا تصح، ولكنها تذمها أصبحت لا تصح. فهذه الزيادة يا باحث رواها عبد الرزاق في مصنفه، وعبد الرزاق أقدم من البخاري ومسلم ومسند أحمد. أكمل. وسنكمل من حيث توقف هذا الرافضي. في نفس الصفحة اللي كان بيقرأ منها الرافضي يقول المحققون: إسناده صحيح على شرط الشيخين، يعني الرواية على شرط الشيخين، الشيخان هما البخاري ومسلم، فلماذا لم يخرج البخاري ومسلم هذه الزيادة الواردة في آخر الرواية في صحيحيهما؟ الجواب: لأنها لا تصح عند الشيخين. يقول أن هذه الزيادة في آخر الرواية لا تصح عند الشيخين. ما شاء الله تبارك الله. وهل البخاري ومسلم قرآن منزل من رب العالمين؟ يعني نحرق كل الكتب التي ذكرت هذه الزيادة وفقط نأخذ بالبخاري ومسلم؟ طيب لماذا البخاري لم يروي أصح حديث على وجه الأرض وهو حديث من كنت مولاه فعلي المولاه؟ هل نرمي هذا الحديث لأن سيادة البخاري لم يرويه في صحيحه؟ فما هو جوابك؟ الجواب: لأنها لا تصح عند الشيخين. لا تصح عند الشيخين؟ كان عليك أن تقول لا تصح عند الشيخين لأن فيها مذمة لعائشة. لهذا البخاري ومسلم ومعهم أحمد بن حنبل بتروا الرواية، ولكشف ذلك سنذهب أولا إلى عبد الرزاق، ودققوا معي في سند الرواية. المصنف لعبد الرزاق الصنعاني المتوفى سنة 211 هجرية في المجلد الخامس صفحة 78. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال. ماذا قال الزهري؟ نشاهد صفحة 78. قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته. يذكر الرواية إلى أن يقول: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي بن أبي طالب، ولكن عائشة لا تطيب لها نفسا بخير. إذا سند عبد الرزاق هو عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. الآن سنذهب إلى مسند أحمد ونرى كيف نقل أحمد بن حنبل هذه الرواية عن شيخه عبد الرزاق بنفس السند، وسأترك هذا الباحث هو من يذكر لنا سند أحمد بن حنبل. الرواية رواها الإمام أحمد في مسنده عن شيخه عبد الرزاق عن معمر قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته، ثم ذكر الخبر. جميل جدا، كما شاهدتم نفس السند الذي جاء عند المصنف عبد الرزاق بنفس هذا السند. قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته. الآن تعالوا معي نقرأ الرواية من مسند أحمد بنفس السند. مسند أحمد بن حنبل في الجزء 43 صفحة 86. شاهدوا أنه نفس السند. حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته. يذكر الرواية إلى أن يقول: قال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي، ولكن عائشة لا تطيب له نفسا. هنا توقف وبتر كلمة بخير. الله أكبر. أحمد بن حنبل نقل نفس الرواية بنفس السند عن شيخه عبد الرزاق، وبصر الجزء الأخير من الرواية وهي أن عائشة لا تطيب لها نفسا بخير. لماذا هذا التلاعب بالرواية؟ ونفس هذا السند هو على شرط البخاري ومسلم، أليس كذلك يا باحث؟ إسناده صحيح على شرط الشيخين، يعني الرواية على شرط الشيخين، الشيخان هما البخاري ومسلم. يعني نفس هذا السند جاء عند البخاري ومسلم. إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في مصنف عبد الرزاق، ومن طريقه أخرجه مسلم. فكيف أخرجه البخاري ومسلم؟ أخرجه مبتورا، لم يذكروا هذه الزيادة الأخيرة. ثم يأتي هذا المسكين ويقول: الجواب: لأنها لا تصح عند الشيخين. أكيد لا تصح عند الشيخين، لا هذه ولا أي رواية تدم عائشة، فقط تصح عندهم هذه الرواية. صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. ما شاء الله، هذا الحديث يصح عندهم. أما كون عائشة لا تطيب لها نفسا بخير لعلي لا تصح. فلا تقلق يا باحث، هذه الزيادة تصح عند عبد الرزاق وأحمد بن حنبل. ولا ننسى عالمكم الكبير الألباني، شاهد معي إرواء الغليل الألباني في المجلد الأول صفحة 177 حديث 147. يذكر رواية إلى أن يقول: وقال عبيد الله:
فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدث عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثا فما أنكر فيه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي، صفحة 178، أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. رواه البخاري ومسلم وكذا أبو عوانة، ورواه أحمد مختصرا وزاد في آخره: ولكن عائشة لا تطيب له نفسا، وسنده صحيح. فما هو قولك في تصحيح الألباني وقبول هذه الزيادة؟ وأنت تقول. ثالثا، أنا عن نفسي لا أعتقد بصحة هذه الزيادة عن ابن عباس. فأنت وهذا طالب العلم من المعاصرين الذي نقلت منه هذه الفرية لا شيء أمام علمائكم الكبار. أكمل. بس برضو لماذا أبهمت أم المؤمنين عائشة اسم علي وهي تروي هذه القصة؟ أحسنت، ده سؤال كويس. الأول، الرافضي بيفترض إنها أبهمت سيدنا علي لأنها بتكرهه، صح؟ لا، مش صح. مش الرافضي الذي يقول هذا الكلام. الذي يقول أن عائشة أبهمت اسم علي عليه السلام هو ابن عباس، فأنت مشكلتك مع ابن عباس. أكمل. طيب خد مني بقى الهدية دي. في مسند الإمام أحمد بن حنبل إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا نفس القصة أو موقف آخر أيضا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يهادى بين رجلين، والعباس لم يذكر لنا اسم هذين الرجلين. طيب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يذكر اسم هذين الرجلين؟ لو هي دي نفس القصة فنحن نسأل هذا السؤال: لماذا لم يذكر العباس نفسه ويذكر عليا؟ لو انت رافضي قول ان العباس بيبغض نفسه وبيبغض علي. لا، مش كده يا عم الحوج. نحن نلزمك بكلام ابن عباس، هو الذي يعلم لماذا عائشة أبهمت اسم علي عليه السلام، لأنه يعلم أنها لا تطيب له نفسا بخير. وليست القضية أن يذكر علي أو لا يذكر علي، بل لماذا لم تذكره عائشة؟ ما هو السبب؟ الجواب قاله ابن عباس. فأنت مشكلتك مع ابن عباس وليس مع الرافضة. الرافضة لا دخل لهم. أكمل. لكن لو شغلت عقلك بربع جنيه بس هتعرف انها ممكن تكون ابهمت اسم الرجل الثاني لانها مثلا لم تعرفه. يعني هخدم عقلي بربع جنيه عشان اقول لانها مثلا لم تعرفه. واضح ان ربع جنيه ما يكفيش. عجيب، يخلق تبريرات ما انزل الله بها من سلطان ليدافع عن امه عائشه. يقول ان عائشه لم تعرفه. يا سبحان الله. تعال معي نقرا هذه الروايه. كتاب السنن المعروف بالسنن الكبرى للنسائي في الجزء التاسع، صفحة 116. الرواية متفق عليه. عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله قال: سألت عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت إلى أن تقول: فلما اشتد المرض استأذنهن أن يمرض عندي ويدرن عليه فأذن له فدخل علي. يعني رسول الله دخل إلى بيت عائشة وهو يتكئ على رجلين تخط رجلاه الأرض خطا، أحدهما العباس. إذن عائشة رأت رسول الله يتكئ على رجلين، وأحد هؤلاء الرجلين كان العباس. فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ألم تخبرك من الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي. تقول عائشة أن رسول الله دخل عليها وهو يتكئ على رجلين. إذن عائشة حين دخل عليها رسول الله كانت في البيت ورأت الهيئة التي دخل عليها رسول الله، رأته وهو يتكئ على رجلين، فأكيد هؤلاء الرجلين دخلا برسول الله إلى البيت وأجلساه على السرير، ومن ثم خرج من بيتها. فإذن عائشة رأت من هم هؤلاء الرجلين. أحد هؤلاء هو العباس كما ذكرت هي. فهل يعقل يا عقلاء أنها رأت العباس ولم ترى الرجل الآخر؟ هل الرجل الآخر كان يرتدي قناعي مثلا فلم تعرفه؟ ما هذا الجنون؟ ما هذا التبرير المضحك؟ لأنها مثلا لم تعرفه. يا باحث يا متخصص، إذا كانت عائشة لم تعرفه فابن عباس يعرف أن عائشة تعرفه، وقال أن عائشة لم تذكره لأنها لا تطيب لها نفسا بخير. إذن ابن عباس يعرف أن عائشة تعرف الرجل الآخر وهو علي. فإذا سلمنا بكلامك فأنت ستصبح بين أمرين: إما ابن عباس كذاب يكذب ويفتري على عائشة ويدعي كذبا أنها تعرفه، أو أن علماء كذب يكذبون على ابن عباس. فما هو جوابك؟ نكمل. يعني ما فيش أي بغض في قلب أم المؤمنين ولا أي شيء من هذه الخزعبلات؟ يقول ما فيش بغض ولا أي شيء في قلب عائشة تجاه الإمام علي عليه السلام. أحسنت. أنت الآن تتهم ابن عباس أنه يغتاب ويبهت ويكذب ويفتري على عائشة بقوله أنها لا تطيب لها نفسا بخير لعلي. هذا أولا. وثانيا، اقرأ معي ماذا قال عالمكم الكبير العيني. عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني في المجلد الثالث، صفحة 137، يقول: ما الحكمة في أن عائشة قالت ورجل آخر ولم تعينه مع أنه كان هو علي بن أبي طالب؟ أجيب بأنه كان في قلبها منه ما يحصل في قلوب البشر مما يكون سببا في الإعراض عن ذكر اسمه. الله أكبر.
إذا العيني وابن عباس يقرون أن عائشة كان في قلبها شيء تجاه الإمام علي عليه السلام، كان في قلبها البغض والحقد والنصب لعلي عليه السلام، وأنت تقول يعني ما فيش أي بغض في قلب أم المؤمنين ولا أي شيء من هذه الخزعبلات. فمن نصدق؟ نصدقك أنت أم نصدق العباس والعيني؟ أزيدك عالم آخر وهو القسطلاني. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني في الجزء الأول صفحة 422 يقول: ومن ثم صرحت عائشة بالعباس وأبهمت الآخر، أو المراد به علي بن أبي طالب ولم تسميه، لما كان عندها منه مما يحصل للبشر مما يكون سببا في الإعراض عن ذكر اسمه. إذن كان في قلب عائشة شيء تجاه الإمام علي عليه السلام، وهذا ما يؤكد كلام ابن عباس. أزيدك عالم آخر عندكم وهو ابن حجر العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني في الجزء الثاني صفحة 292 قوله: قال هو علي بن أبي طالب. زاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر: ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخير. ولابن إسحاق في المغازي عن الزهري: ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير. وفي هذا رد على من تنطع فقال: لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة، لا تقدر أن تذكره بخير، لا تطيب لها نفسا بخير لعلي عليه السلام. أما قولك الصحابة تناوبوا على مساندة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأم المؤمنين ذكرت أكثرهم ملازمة ليده، سيرد عليك العالم الكبير الكرماني ويقول: ورد على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة، إذ كان تارة يتوكل على الفضل، وتارة على أسامة، وتارة على علي، وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس، واختص بذلك إكراما له. وهذا توهم ممن قاله، والواقع خلافه، لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم علي، فهو المعتمد والله أعلم. وزد على كل هذا كلام ابن عباس أنه جزم أن عائشة تعرف الرجل الآخر، وأيضا جزم أنها لا تطيب لها نفسا بخير. فما هو ردك على ابن عباس والعيني والقسطلاني والعسقلاني والكرماني؟ هل نكذب هؤلاء ونصدقك أنت؟ يبقى لو أم المؤمنين لم تذكر اسم علي بن أبي طالب في هذه الرواية، ليه نقول إنها بتكرهه أو تبغضه؟ والله هذا السؤال وجهه لابن عباس. قل له: لماذا تقول أن عائشة لا تطيب لها نفسا بخير؟ ولا تنسى كبار علمائك، بل اسأل عائشة نفسها، قل لها: ليه يا عائشة لا تحبين من أحبه الله ورسوله؟ وليه بترفعي صوتك عند رسول الله بسبب علي عليه السلام كما جاء في هذه الرواية؟ در الصحابة في مناقب القرابة والصحابة للشوكاني صفحة 278. وأخرج أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح عن نعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول: والله تقسم بالله لقد عرفت أن عليا وفاطمة أحب إليك مني ومن أبي مرتين أو ثلاثا. تصرخ وتصيح وترفع صوتها أمام سيد الخلق أجمعين، والسبب أنه يحب علي وفاطمة أكثر منها ومن أبيها، يحب من أحبه الله ورسوله. فلماذا عائشة لا تحب من أحبه الله ورسوله؟ لماذا هذا البغض والحقد؟ ألا تعلم عائشة أنه لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق؟ أليس هذا الصراخ ورفع الصوت فوق صوت رسول الله من علامات النفاق الواضح والصريح؟ فاستأذن أبو بكر فدخل، فأهوى إليها أبو بكر فقال: يا بنت فلانة، ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما هو حكم من يرفع صوته فوق سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إليكم الجواب من كتاب الله. سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أبرأ إليك من عائشة. والسلام عليكم ورحمة الله.